ازاي الايفون في التحديث الجديد اي او اس 18 يشتغل بنظرة العين، فتبص له يعرف انت باصص على ايه وتغمز الابلكيشن يفتح. عشان تشغل التحكم بالعين في الاي او اس 18 بتروح على اكسسبيليتي اللي موجوده في الاعدادات، وبالعربي اسمها تسهيلات الاستخدام، ودي العلامه بتاعتها الزرقاء. بتدوس عليها وبتلاقي هنا في اختيار جديد اسمه اي تراكنج او التتبع بالعين. بتدوس عليه هو بيبقى معمول اوف، بتشغله اون، وبالشكل ده بيقول لك تتبع كل الدوتس اللي موجوده على الشاشه بعينك بالطريقه اللي انت شايفها قدامك دي. وبالشكل ده تقدر تروح لتطبيق معين زي الكاميرا زي ما انت شايف كده، ولما تغمض عينيك وتفتحها الكاميرا هتفتح. وبعد تجربة الاي تراكنج او ميزة التتبع بالعين ما عجبتنيش بصراحة في الايفون، وشايف ان لسه قدامها فترة طويلة عشان نقدر نعتمد عليها بشكل اساسي. انت ايه رأيك؟ جربها واكتب لي في الكومنتس. بس بقى يا سيدي، وانا تامر، وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديدة وتشوف الحاجات القديمة كمان.